زي ما حضراتكم كنتوا معايا امبارح، احنا صبينا القالب اهو. احنا بعد كده هو المفروض السيليكون رابر بيجف من 4 ساعات ل6 ساعات. انا ده طول عمري في كل حياتي باخد بالاحوط. هو قال لي من 4 ل6 بخليهم 7. مش هيجرى حاجه صح. هو كده انا مسكته اهو نشف والدنيا تمام. بعمل ايه؟ احنا عملنا ده اهو. هفك ده اللي هو الجزء اللي بره. بس ده خلاص اتشال. القالب ما شاء الله اهو زي ما حضراتكم شايفين زي الفل. وهنا اهو بيرفكت. ايه رايكم؟ شفتي كده نفس الدايره التحريجه. بص اهو تمام. زي ما هو بالظبط اللي هي الحتت اللي متعرقه هو عايزها، هو قصه ان هي هنا احنا عملنا التعريقه الخفيفه دي عشان يكون في تجزئه الخشب زي ما قلت لكم امبارح اللي هي كانت في القالب. هي الطبع زي القالب بالظبط صح. عايزه اشوفها عن قريب. اهو الجي ان ايه بتاعه بيبقى فظيع. يطلع بالظبط. دي ان شاء الله اللي احنا هنشتغل عليه النهارده وهنعمل عليه قرص الترابيزه. قرص الترابيزه. ده انا كنت هاخده باينه. ماشي. وبسم الله ما شاء الله زي الفل. شايفه الجزء السيليكون اللي كان من بره ناعم جدا. فهنا ايوه بصوا جدا وبيلمع اهو. الخشب كان ناشف شويه مش مط. ما كانش. فدي هتطلع مط بس زي ما هتحطي القطعه زي ما هيطلع القالب. برافو عليك. اوكي تمام. هي انت خدت طبعا ده من عيوب ال السيليكون اللي احنا مش عيب السيليكون، عيب يعني اسلوب التجهيز اللي احنا جهزناه. فهنعمل ايه؟ هنبتدي بقى بقطر كده وننظف وننظف شكل القالب كده علشان يكون ايه؟ يكون شكله كويس. عايز اقول لحضراتكم طبعا احنا بنقدم فن، فلازم بالنا يكون طويل كل حاجه شكلها حلو. والحاجه كلها تبقى شكلها حلو. يعني في ناس تقول لك مش مهم، ما هو انا مش يعني هحتاج المانع ان احنا نخليه شكله حلو. مظبوط ولا ايه؟ احنا لما بنكون نازلين نقابل حد نقعد نلبس وبتاع ونحط بيرفيوم ومش فبرضه نفس الكلام عشان يفتح نفسك على الشغل. طبعا ده هنشرح بقى طريقه عمل الترابيزه. والنهارده انا وعدتكم ان احنا هنعمل ترابيزه. اهم من الشغل بالظبط. احنا كنا عايزين الترابيزه والحوض. بصوا الحوض المره الجايه بقى باذن الله. ادي الايه؟ ادي القالب.